يا أصدقاء، أظن أنني على حق تماماً. نعم، الذكاء الاصطناعي والروبوتات ثنائي رائع. كيف ذلك؟ هيا نستكشف الأمر معاً. أولاً، دعونا نتحدث عن الإدراك. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للروبوتات فهم محيطها من خلال أجهزة استشعار مثل الكاميرات وأجهزة الرادار. هناك خوارزميات خاصة للتعلم الآلي تعالج هذه المعلومات لتحديد الأشياء وفهم الكلام واكتشاف الحركة. ثانياً، التخطيط واتخاذ القرار. مع الذكاء الاصطناعي، تستطيع الروبوتات تخطيط خطواتها حسب تحليلها للمحيط، وهذا يساعدها على اتخاذ قرارات ذكية لتحقيق أهدافها مع مراعاة كل الظروف. ثالثاً، التحكم والحركة. يمنح الذكاء الاصطناعي الروبوتات القدرة على التنقل بسهولة في الأماكن المعقدة والتعامل مع الأشياء والتفاعل مع البشر بكفاءة أكبر. رابعاً، التعاون الآلي. يمكن للروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي أن تعمل جنباً إلى جنب مع البشر في مشاريع مشتركة، وهذا يعزز الكفاءة ويضمن تفاعلاً آمناً في أماكن العمل. أخيراً، معالجة اللغة. بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن للروبوتات فهم لغة البشر والتفاعل معها بسهولة، مما يجعل التواصل بيننا وبينها أيسر بكثير. إذن، الذكاء الاصطناعي والروبوتات يشكلان شراكة المستقبل. لا تنسوا متابعتنا لمعرفة المزيد من المعلومات الشيقة.